كان معروف إنه أقوى سواق موتوسيكلات في الشوارع، بسرعة وشبه البرق. مهارته في السواقة كانت ناعمة كأنها مجرى نهر، حتى في الزحمة الشديدة كان بيعدي بين العربيات كأنه بيتزحلق على جليد. ولما كان يوصل للوجهة، طريقة نزوله من على الموتوسيكل كانت حاجة تانية خالص. في أقل من 10 دقايق كان مخلص 8 توصيلات وكاسر رقم قياسي جديد في جينيس. لكن النهارده سواق التوصيل الأسطوري ده اللي اسمه آدم قرر يودع العجلتين. بالنسبة له الموتوسيكل كان مجرد وسيلة عشان يعيش، حلمه كان دايما الأربع عجلات. في الليلة دي سواقين المدينة عملوا له حفلة وداع كبيرة، الكل بيحييه بالموتوسيكلات بتاعتهم وحركاتهم الاستعراضية. حتى ضباط المرور خدوا نفس من الراحة، مفيش مطاردات مخالفات سرعة كل يوم تاني. في اليوم اللي بعده آدم اشترى عربية أحلامه وبقى سواق تاكسي. في أول مشوار ليه ركبه راكب مستعجل جدا عايز يلحق المطار. الراجل قعد وقال وصلني المطار في 20 دقيقة ودي عربون كبير، وادها له رزمة فلوس تقيلة. آدم ابتسم وقال متقلقش، اربط الحزام واستمتع بالرحلة، وضغط زرار في التابلو. 4 قواعد طلعت من تحت العربية، ومع نظام قيادة خاص التاكسي اتحول لعربية سباق احترافية. آدم ربط الحزام، ظبط المؤقت، وداس بنزين. العربية زقرت وهزت الشارع. حتى في زحمة المدينة ما كانش بيهدي لحظة، كان بيشق بين العربيات كأنه بيقطع الهواء. عداد السرعة وصل للمنطقة الحمراء، وظباط المرور قاعدين في المطر وكأن مفيش حاجة بتحصل. فجأة لمعة بيضة عادت بسرعة لدرجة إنها خبطت جهاز الرادار وطارته من مكانه. أول ما العربية دخلت الطريق السريع بقت مجنونة زي حصان سباق من فلت. قريب منه موتوسيكل كawasaki سوبر بايك كان ماشي في ملف بسرعة 280 كيلومتر في الساعة، فاكر إنه ملك الطريق. لكن تاكسي آدم عدى جنبه بقوة لدرجة إن ضوء الفرامل بتاعه ما بقاش موجود. نبض الراكب كان بيعلى أكتر وأكتر، التاكسي كان بيطير زي الهواء. وفي الآخر وصل المطار في 14 دقيقة و30 ثانية بس.